الشهادات الصادمه، سمعتها ولا ما سمعتها؟ ايه سمعتها في بثك صح. الحمد لله. وسمعها كمان ابو يوسف، كان طالع نازل، وابو يوسف كان بيطلع على بثهم، طالع نازل عليهم في البث، وكان بيسمعهم حتى في الجروبات اللي عاملينهم. هو كان عنده جروب وانا كنت مشير له جروب، صح ولا مو صح ابو يوسف؟ صح صحيح. سمعتهم انت باذنك يهددوا البنات مشان يخششوهم للسجن ولا ما سمعتهم؟ سمعني ابو يوسف؟ صحيح. صاروا يهددوا الناس لانهم عارفين ايوه الناس. سمعت. وهي التسجيل اللي بعت لك اياه واللي سمعته للناس، هو بيكذب ويقول لك ايه وبديني مصاري وما بديني مصاري، بيكذب. هن كان بيحرض على قتل مواطن جزائري، وبيوعد الشخص اللي بينفذ له العمليه انه يديه فلوس. والبث واضح، انت ما بتفهم جزائري، بس اسال اي حدا جزائري بيفهمك شو هي الكلام اللي كان يقوله. اي جزائري بيفهم اللكنه ويفهم كلهم بيعرفوا هي التحريض على، كان بيحرض على القتل. وهو مقيم في دوله اللي يقول فيها القانون وهيك وهيك. هي نفس الطريقه اللي بيهددوا بها البنات على الخاص، وعندي كل صورهم وكل تسجيلاتهم اللي هدوا فيها جزائريات مقيمات في دبي، ومخوفينهم ومرعبينهم على اساس هن عصابات وهيك، وعندهم وساطات وعندهم معارف وعندهم يعني مع جماعه التحريات وهيك وهيك وهيك. وهم كله كذب في كذب. ما بيعرفوا ولا ابسط عنصر في التحريات بدبي. بس هم يحسسوهم انهم اصحاب فلوس واصحاب هيك. وانت عارف هي العصابات اللي بتتاجر في المخدرات وتتاجر في الكوكايين وغيره، شلون يرعبوا الناس وشلون يحسسوهم انهم تحت التهديد. فالبنات بيخافوا، صاروا بيخافوا منهم مشان لما يطلعوا قدموا. اول يوم لما فتحنا الموضوع انتم كنتوا حاضرين وسمعتوا شهادات البنات اللي كانت تشهد، صاروا يعملوا لايفات وصاروا بيخششوها في امر سياسي، دخلوها في السياسه، مع ان العلاقه ان هي الشخص لا علاقه له بالسياسه، في جريمه منظمه، المتاجره بالبصر والادمان، ادمان البنات على الكوكايين وعلى المخدرات. فخششوها في المجال السياسي مشان يعطوها صبغه سياسيه، مشان يفلتوا من العقاب ومشان يخوفوا البنات، لانهم لو خششوها في الشأن السياسي راح البنات يخافوا ويتنازلوا على حقوقهم ويضلوا عبيد بيشتغلوا بيهم ليومنا هذا. هو عارف، هو اول يوم شو بيقول لك؟ يقول لك انا ابو يوسف، هي شخص مو اماراتي وهي من الاردن وعايش بباريس. هن هون وكامل وحاط واثق يعني من نفسه وهيك. هن هون تعرف انهم مخادعين وبدهم يضللوا الناس، لان في ناس حست بالامن والامان، وفي بنات حسوا بالامن والامان لما طلع ابو يوسف من الامارات وشغله اللي بيشتغلوا هو عرفوه وبالامارات وهيك، وحسوا بالامان وصاروا يعترفوا. تتذكر اول يوم طلعنا مع بعض؟ سوري اوكي عندي كمل. تتذكر اول يوم ابو يوسف لما طلعت انت وحسوا بالامان وصاروا بيتكلموا، وتكلمنا على الامين وتكلمت المستشاره وتكلموا كل الناس، صاروا بيكتبوا، صاروا كلهم يكتبوا في التعليقات الضحايا، وصاروا كله بيطلعوا على اللايفات ويتكلموا. هم اول خطه عملوها مشان يخوفوا البنات، قالوا شو بدنا نروحوا بها على الشأن السياسي. فهمت شلون؟ هربوا بيها. صحيح صحيح. ودخلوا علي على الخاص وكتبوا لي كيف تطلع مع امير، وهذا عليه تعميم مطلوب وهيك ومطلوب وما ادري كيف. هم بيفكروك يعني انت ما بتفهم ولا مو عارف الوضع ولا مو فاهم القضيه من اساسها راسها. هن ليش هربوا من الموضوع وراحوا للسياسه وتدمير البلد وما ادري شوف وتحيا قياده الجيش. شو دخل الجيش بقياده المتاجره بالبشر؟ ليش احنا قلنا هاي قائد الجيش هو اللي بيجيب البنات ولا تبون هو اللي بيجيب البنات؟ احنا بنتكلم عليكم انتم، وفي ضحايا وفي شهادات لناس حيه. في ناس في دبي عندكم هناك في دبي، وفي بنات في ابو ظبي، وفي بنات في الجزائر عملوا فيهم اللي ما بيتعمل، وهم هلا في الجزائر بعد ما خلصوا بيهم كونوا ثروه طائله. في الامارات بيسالوه من اين لك هذا؟ الاموال اللي بيتفاخر فيها والاموال اللي حاطها على الطاوله في الامارات بيسالوه ويسالوه ويحطوه امام مكتب التحقيق ومكتب التحريات بالامارات. من وين الك هاي الفلوس؟ سلام، 1 2. صح ولا مو صح؟ نعم صحيح. من أين لك هذا؟ وفي مبلغ معين إذا دخل الحساب يسأل، أنا مواطن إذا دخل مبلغ معين يسألوني من أين لك هذا؟ من وين جبت الأموال هاي؟ من متاجرة بالبشر.
احنا اللي بدنا اياه انه هاي البنات الضحايا اللي لعبوا بيهم واشتغلوا بيهم وكونوا ثروه باموالهم يحسوا بالامان. انا ليش اول يوم تكلمت مع انه ابو يوسف صديق من زمان وهيك، ليش في هاي الموضوع تكلمت مع ابو يوسف؟ مشان يحسوا بالامان، لانه هاي مواطن اماراتي وبيعرفوا انهم لما يكون ابن البلد، هذا راح ولد البلاد كما نقولوا احنا بالعاميه، هو راه ولد البلاد، يحسوا بالامان ويتكلموا ما يخافوش من هذا الفويوات وهذا العرايه. يعني هذا اللي محمم مسمين حالهم مافيا وتليفوناتهم كلها تهديدات بالقتل وكلها يقول لهم ندوكم الفلوس ونعطوكم الفلوس. وانت سمعت باذنك التسجيل. لما سمع التسجيل شفتوا شلون عمل ولا ما شفتوا؟ ارتبك ولا ما ارتبك؟ وقال لكم سلام وانا بدي انزل له هيك، وراح قش وراح قالها وهران وما وهران يعني مدينه في الجزائر، وراح يكذب وراح يلفق في الصور ويلفق في الحديث. لا، هاي تهديدات لناس في مقيمين في الامارات، تهديدات لناس مقيمين في الامارات في سوق المخدرات من الاخر. ويقول له بلسانه، بيتكلم بلسانه. هو نكر قال لك مو انا ما قال، وقال لك لا وما كنت معصب. شو يعني انت معصب تحرض على قتل الناس وتقول لهم نديكم الفلوس؟ هي مو معصب، هي ما دخلها في كمان واحد يكون معصب يروح يشيل شنطه تبع كوكايين ويقول لك انا كنت معصب. هي مو عذر. التحريض على قتل البشر ايا من كان يكون ومين كانت ديانته وفي اي بلد كان. احنا نعرف القانون وعارف شو بتكلم وعارف هاي المواضيع. هو لانه جبان وخواف هذا التسجيل في الامارات؟ طبعا هو بالامارات. والتهديد هذا في الامارات؟ في الامارات طبعا. انا عندي عليه بلاوي بلاوي وبلاوي بلاوي. سوق التجاره بالبشر والمخدرات واللي عملوا في بنات الناس والبنات اللي ادمنوهم لما يجيبوهم على دبي يحطوهم في الادمان على المخدرات ويصيروا تحت. انت عارف لما يكون حدا بيشتغل في المخدرات ويخش بنت في المخدرات بتصير جاريه عنده. صح، تصير جاريه عنده مشان الجرعه. صح ولا مو صح؟ صحيح. لا حول ولا قوه الا بالله. عاملين بلاوي وطالع وجه. هو ليش مرتبك؟ هو 24 ساعه شوف انا عامل لايف وانزل والسلام عليكم ونروح لشغالاتي. هو من الوقت اللي بلشنا في الموضوع 24 ساعه لو انت ملاحظ، وانا عارف انت حاطه على الرقابه تبعك 24 ساعه. 24 ساعه ما بينام، من قسط لقسط من قسط لقسط من قسط لقسط، وكل المواضيع مخششها في السياسه. شو دخل السياسه بهي الموضوع؟ بالله عليك خويا النشمي، شو دخل السياسه بهي الموضوع؟ ما اعرف. انا لما طلعت معك انا لما طلعت معك ولا نتواصل ولا نحكي في الواتساب نتكلم احنا على شيء على السياسه؟ ابدا ابدا. كل شيء في مكانه، كل شغله في مكانها. ولا هو النشمي صديقي اتكلمنا شيء يوم النشمي في السياسه احنا؟ لا والله. هم يعني هم الطريقه الوحيده اللي بدهم يخلصوا من هي المشكله اللي هم فيه. وهو هو مو لحاله في شبكه، هم خايفين والليل ما بيناموا. فخش عند جماعه اللي تمتهن البردعه واللي تمتهن التضليل الاعلامي واللي بتمتهن التبرديع مثل ما يقولوا في الجزائر. فخشوا في السياسه وخششوها، سيسوا القضيه وعملوها كانها ضرب الاستقرار. يعني لو في بنت اماراتيه مثلا لا قدر الله وصار لها شيء مثلا في العراق مثلا هيك، ولا اخذوها واحتالوا عليها وعملوا فيها ما عملوا، وتطلع البنت ولا يطلع حدا بيدافع عليها، راح يطلع اماراتي يقول لك هاي بدهم يضربوا الامارات؟ شو دخل هاي بهاي؟ صح. هاي كل شغله في مكانها. بس هم لما عاملين عارفين حالهم انهم عاملين قنبله وعاملين كارثه، رايحين بدي اياهم يحطوها في السياسه بكل طريقه، بدي اياهم يسيسوها بكل طريقه، لانهم عارفين حالهم انهم في بلد ما بترحمهم. انا عارف القوانين عندكم في دبي ويوسف، عارفين القانون ما بيرحمهم، وفي كل الاتجاهات، سواء التحريض على القتل بالتسجيل، سواء على التجاره في المخدرات، ولو راح يشوف بلاوي معاي، سواء في التجاره بالبشر والبنات والضحايا اللي راح يشوفهم عند الامين لما يروح لما يستدعي الامين. من الاخر من الاخر لما حطيت له تسجيل قال لك لا في وهران، هاي في وهران ياك، في وهران وتسلف فلوس وعملت فيلم. وبعدين صار ما لاحظتوا النشمي صار يرتعد ولا ما سمعت لما سمع حاله؟ ايه
هذا صار في بيرتعد. وهران ولا في المريخ يعني انسان معصب يهدد بالقتل، هاي مصيبه والله. وما مشكلة والله مش يهدد بالقتل، مشكل بده يدفع فلوس كمان مشان العملية، يعني مع سبق الإصرار والتمويل والدفع، ويقول أنه عنده فلوس لما هناك يشوفوا من أين لك هذا وسلام. من الآخر سؤال جواب. المهم خلي لما يطلع يتكلم وراح يخش في السياسه وما ادريش انايا مش راح شاف حركه مش ما ادري شوف وهذا وارهابي ومصنف، وانا عايش في دوله اوروبيه، شو مصنف ارهابي وانا طالع في قستات ولايفات 24 ساعه؟ شو تخرع على الناس؟ شو مفكر هي بشر؟ شو فكرهم؟ فكرهم يعني ما بيفهموا ما بيعرفوا؟ ليش انا شايفني في الهند؟ طلعوا بعدين يحكي. يا سلام خالد. اوكي طلع البيرات يا ابو يوسف. اوكي وين بيرات موجود ولا وين؟ اي هلا كتب كومنت. السلام عليكم. أمير وقعت في الفخ حبيبي التسجيل في وهران. أطلب من السلطات الجزائرية اعتقال زينو التواتي الذي أرسلت له المسج. هو زينو التواتي المقيم بوهران يقوم بالاشتغال في الآيس كريم. وإذا ثبت علي ممكن أبو يوسف بكرة تقدم دعوة علي إذا ثبت هذا التسجيل في دبي بدي 100 سنة سجن. هذه الأولى. الثانية يا أمير، انت في دبي مش في غابه عشان تتهم دبي ان فيها عصابات. انت في دبي حبيبي، انت هيك بتنقص من قيمه الدوله الاماراتيه والشرطه الاماراتيه. لا بيرات انا بدي وجه رسالتي حر. اذا بكره اروح للشرطه وتمسكني عادي، انا اعرف دبي وعايش فيها واعرف ان ما فيها لا عصابات. صارت عصابات وكوكايين. انت هذا جن، ليش ما وقفته ابو يوسف؟ هاي الاشياء موجوده في دبي. شوف هذا جن صار مجنون. اقول لك شيء امير، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك 3 مرات. واذا هذول الناس انت مساكين كاذب عليهم هيك، اذا كان اي حد في الدنيا عامل معاك خطه عشان يظلم شخص، اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في نفسي وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. هذا ما اقول له ابو يوسف، واقول لك هذا انسان عيب. احنا ابناء بلد واحد، ما اقدر اسبه ولا اقول شيء. عيب. بس هذا التسجيل اقول لك ابو يوسف، هذا التسجيل وهران في الفيسبوك ماسنجر، تسجيل ماسنجر اخذينه زينو تواتي عمره ولا اجى لدبي. يلا يعطينا. لا بغض النظر اخي، بغض النظر عن الموقع. يكذب ابو يوسف. هي الله يرضى عليك. بغض النظر عن الموقع حاليا، هل الله يرضى عليك ابو يوسف؟ انت هددت الله يرضى عليك. أن تدفع فلوس عشان القتل يعني؟ الله يرضى عليك. ما قلت له قتل، هذا كذب. أنا متفاجئ منه، ما ظنيته هيك. الله يرضى عليك، روح اسأل شخص محايد بكرة، قل له بدي إياك باللهجة الجزائرية نيكلو أمه. لا تذكر الاسم. الله يرضى عليك أنت ولا أخويا نشامي، روح اسأل شخص محايد ما شاف لايفنا. إذا قال لك معناتها تقتله، أنا أقول لك إني أنا في كل الاوساط. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، روح اسال شخص محايد. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وانا ما افهم اللهجه الجزائريه عدل، موجودين يعني موجودين. لا ما تسال لي هذول، اسال لي شخص محايد ارجوك. اسال لي شخص محايد، اسال لي شخص ادخل هيك محل جزائري من شاني وقل له هاي العباره شو بتعني. اذا قال لك هي فيها حتى ربع من القتل، انا مستعد اني أنا عملت كل شيء. الله يا أمير، شوف أقول لك شيء يا أمير، قسما بالله العظيم ربنا ما راح يتركك. إذا حتى ظلمت ناس قسما بالله العظيم ربنا ما راح يتركك. وأقول لك شيء قسما بالله العظيم ما راح أعمل شيء. بس أقول لك شيء قسما بالله العظيم، انتقام الله صعب، وظلم الإنسان واعر. الظلم ربي حرمه على نفسه، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وشيء ثالث، أنت أمير والله ثبت على نفسك إلى الناس اللي تشوفك. احنا بدنا اياك تعطينا دليل، وانت دخلتنا هذه عصابه وهذا. اخي امير، ابو يوسف عارف انه في الاشياء ما موجوده في دبي. دبي بلد الامان حبيبي.
ما فيها عصابات. ظنيت نفسي في موسكو، انا في موسكو ولا برلين والله العظيم. حتى ابو يوسف واخويا ممكن تحرجوا مننا احنا ابناء بلد عاملين هيك، انا ما احرجكم معي اخوي، راح انزل. وامير حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل في نفسي وفيك، ومين ظالم وربنا ياخذ الحق. انا اقول لك حسبي الله في نفسي وفيك انت، وانت عارف انك انت ظالمني. انت يهددوا بنات وصاروا يعطوهم مخدرات. انت شفت فيلم الشابو قبل ما تطلع اللايف؟ اكيد شفت فيلم الشابو والله العظيم. ها ما كثر عليكم ابو يوسف، شكرا كثير. وانت انسان لحد الان معي انسان محترم، شكرا انك استضفنا عندك في البث. الاخ النشامي شكرا كثير، وانا عارف انه ان شاء الله ان شاء الله، عارف انه بذكائكم انتم تعرفوا كل الاشياء. انا شايفكم ان شاء الله تعملوا هاي الشيء. واطلب منكم طلب خاص، ادخل اي محل جزائري ما شاف اللايف وقل له بدي اسالك سؤال، هاي العباره شو بتعني في الجزائري؟ وانت امير قلت هاي في دبي، اتحداك اذا كانت في دبي، اتحداك اذا كانت في دبي. هي في وهران زينو التواتي، زينو التواتي عندهم ايس كريم الباهيه، زينو تواتي، زينو تواتي ايس كريم الباهيه، زينو تواتي، زينو تواتي. لانه مسال له فلوس، ما قلت له اعطيك فلوس، قلت له جيب فلوسي ولا طيط. وهي عباره مجازيه تنقال حتى في الامارات، ما تنقال هيك، تنقال بعباره ثانيه، روح جيب لي فلوس ولا اعمل ولا اشفط ولا هيك. وحتى في اي بلدان عربيه تنقال عادي. انت تحاسبني، انا راح حاسب اللي خرج الفقالات تاعي، هي حريه شخصيه. وحتى كاين في دبي القانون هذا، انت كيف تروح للحريه شخصيه؟ هي فقالات بيني وبين شخص، مين خرجها ومين سربها ومين. المهم امير، انت الناس طيبين وحرشتنا مع ناس طيبين وبهدلت بينا من مع كل الاجناس. اخوي انا الحمد لله اني ما طلعت معك مباشره، عشان انا ظنيتك ممكن تكذب، بس بهي الطريقه انك تقول عصابات وهيك. اخوي انا انسان بسيط جدا، وتتحاسب. مين يحاسبني؟ انا في دبي بلد الحريه، جبت فلوس من بلدي وبنيت هنا. انت امير تحاسبني ولا طاحوا علي فلوس زي الرز من السماء؟ انا ليش جيت دبي؟ جيت لدبي عشان فيها الفرص. اخوي امير ممكن انت مو عارف، انا عندي 3 شركات الاخ امير، فهمت؟ والرخص وكلها مزبطه، عشان انت ممكن قلت اعمل الرياض مشكل ولا هيك. كل شيء عندي مزبط وكل شيء بالمليمتر والحمد لله. بس انت ظان ان كل الناس، بقول لك في اخر كلام حسبي الله ونعم الوكيل. هي كلمه انت ممكن نستسهلها، قسما بالله العظيم صعبه، قسما بالله العظيم صعبه. اخوي ابو يوسف السلام عليكم، وشرفت بمعرفتك. وخلي الطلب تسال شو قلت لك، هي الكلمه عشان تعرف انت مع مين تتعامل. الله يرضى عليك، روح تسال اي حد، مو انا ومو ادخل محل هيك جزائري وقول له الكلمه ورد لي بميساج وقول لي شكرا اخوي رياض، السلام عليكم، مسامحني يا اخوي. مرحبا. شو تسوي؟ وين امير موجود؟ والله انا ابو يوسف مني وعلي، انا انسان عندي مشكله مع شخص ما بطلع بتناقش معاه، بواجهه، واجه على طول. مهما كانت الشخصيه، مهما كانت المنصب، بطلع بواجه، ما بخاف. ما بعرف ليش هم ماخذين هذه الفكره، مع اني انا امير يعني ما بعرفه معرفة شخصية ولا عمري تقابلت معاه، لكن أنا إنسان ما عندي شيء أعمله، ما عندي خلاص، طول ما أنا إنسان نظيف وما عندي شيء بطلع بواجه، بحكي، بتحاور، بتناقش. أنا بحكي بشكل عام عنا وعن الغير، أي حد عنده مشكلة يطلع يواجه، يطلع يناقش، صح؟ يعني هي كان هو الزلمة ماخذ عنك فكرة إنه أنت زلمة عايش بفرنسا ولا أبصر وين وأنت أردني. يعني واجهته، هاي لما طلعت وواجهته ورجيته كل المعلومات، خلص أخذ فكرة، قال لك أنا أعتذر. كان وصل من المعلومة إنه أنت أردني وأنت برا وكذا وكذا. شفت لما تطلع تواجه وتمشي في الأمر تنحل المشكلة. امير موجود ولا وين طلع؟ هي موجود امير، شد بقول لك. انا اشد بس ما اعرف. ايوه شديت امير. هلا يا صديقي. هلا والله. هلا. شوف ممكن انت ما بتفهم اللهجه الجزائريه،
صح؟ لا بس والله ما فهمت. راح تفهم هاي الكلام بأبسط الطرق بطريقة بسيطة جدا. لأنه هو هلا كان بيتكلم على الرجل اللي يقول لك باللي هددته، ما يعني قلت له رجع لي فلوس، هيك قال لك صح؟ ايوه قال لك ما قلت له اعطيني فلوس، هيك كان يقول صح ولا لا؟ نعم. ما هيك. اسمع ما صاحبي نيكلو يماه انا نعطيك دراهم صاحبي نخلصك. شو معناها هاي؟ نعطيك دراهم نخلصك. شو معناها بالإماراتي؟ اعطيك فلوس وتسوي شيء يعني، او وادفع لك خلصك. ايه خلصك. قال لك ما قال لك الا قلت له رجع لي فلوسي. لا شوف هذه الكلمة أنا بفهمها، أنا فهمتها. هاوي فاهمها النشمي، ها نعيد لك اياها مش هتفهم. لا فهمتها، وصلت، هاي معروفة عند الكل. اللي قلت لك نيكلو يماه تعوهر انك تمنيك صاحبي، ما قلت لي والو صاحبي. اليوم نيكلو يماه صاحبي، نيكلو يماه انا نعطيك دراهم صاحبي نخلصك. ها فهمت النشمي ولا ما فهمت؟ أنا نعطيك دراهم نخلصك. الحين لحظة، الحين اوكي سوي في امه كذا ونعطيك دراهم ونخلصك. يعني في أيوة. موضوع سوى انا بعطيك فلوس. ايوه يعني هاي انسان بيدفع لبلطجيه مشان ينفذوا عمليات، صح ولا مو صح؟ هذا اللي فهمته انا ولا هاي اللي فهموا كل العالم. هو عارفك انت ما بيرات موجود ولا وين انت بيرات؟ هو ما بتفهم جزائري، مشان هيك صار لك خلينا من الخرا. هو صار هلا وبيطلع كمان ويعيد يبدا يكذب ويبقى يتهرب. هو عارف حاله باللي راح في الزباله، وعارف حاله انه حماضت عليه في الامارات. وكل شوف انا اقول لك كلمه من هذا المنبر، كل اللي عملته في بنات الناس اللي كليته بالحبه غادي تخلصها بالعنقود، ولا اللي كليته بالعنقود غادي تخرجها بالحبه. تعرف المثل كيفاش يقولوا له؟ المهم اللي درتها في بلاد الناس غادي تخلصها، ما تبقى لا تخبط لا والو. ما تبقاش تخبط دوكوش ادروات. حنا ماناش دوك الدراري اللي تقعد تخوف فيهم مساكين خاوتنا في الجي، وتبقى دير لهم في الخلاوع، وتبقى تطلع في بنات الناس تهدد فيهم، وتطلعوا مع امير نعملوا لكم ونديروا لكم، وهذا مصنف ارهابي، وهذا مانيش عارف انا شكون، هذا بلادن، وهذا ما ادري شو. هذا السيد راه عايش في اوروبا وعايش عادي، والناس عارفه والعالم عارف. فبركاك ما تقعد تهرب دوكوش ادروات تخوفوا في الناس طالعين في القاس. روح عند طياره من بعد يسلكك طياره. قاعد طالع هابط من قيس لقيس، طالع هابط من قيس لقيس، طالع هابط من قيس لقيس. نشمي حبيبي شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير نحمد الله. السيد يقول له نعطيك الفلوس وروح اعمل كذا وكذا وكذا ونخلصك، وطلع عند السيد اماراتي وعند النشمي اردني. لو سمحت امير، لو سمحت انا بزعل منك. اسمه مصعب طلع. ايوه غيروا اسمه صح، مصعب. طلع عندهم قال لهم لا، قلت لهم خلصني، قلت له خلصني واحسبهم وعلى فكره النشمي بيتكلم جزائري وتونسي ويعرف كاع اللغات. لا واضحه الكلمه امير واضحه. هاي مين ما كان بيفهمها. واضحه الكلمه هي. وصار لا. هذه انا ليش اعطيتك هاي المثال. هاي المثال تقول لي شو علاقته. هاي المثال انه كل الناس اللي شاهدين عليه وكل الناس البنات اللي بيشهدوا عليه صاروا بيهددوهم، وصاروا يعني شغلهم الشاغل هاي الاسبوع كله تواصلات مع البنات اللي صاروا يهدوا فيهم. المهم حبيبي انا عندي شغل، انا هلا برا مو بالبيت. ايوه وبعدين راح نتواصل مع اخواني. حياكم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يحفظك. السلام عليكم. المهم الحمد لله زهق الحق وظهر الباطل. طلعت يا ابو يوسف انت اماراتي الجنسيه. الحمد لله رب العالمين. وبيس. والحمد لله رب العالمين. انا في المحطه، والمحطه محطه الامارات، وانا انا بلوك حبيبي. انا مو عامل لك بلوك. كم والله عليك كم بلغ انت؟ اخر تحذير اللي تحذير كان عن شو؟ لا عن سواقه، مش على شيء. اوكي. عشان بينت الكاميرا وانت تسوق. هذا بلاغ عادي من تيك توك يعني هذه. لا نفسهم والله. كم؟ نفسهم نفس العدد. 900 986 يعني زادوا 3 بس.
خلص الحين ما ثبت انك انت امارات، الحين ما راح يجيك بلاغات. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. زين انا بسكر اللايف 10 دقائق. ثواني خلينا بالله عشان الاكسبلور برضو يرتفع. اخواتي الموجودين، شدوا لنا بس شوية تكبيس عند ابو يوسف. اوه والله تونا نشوف تكبيسات 222. ما شاء الله. وصلهم ل 230 الف بس، 250. او 250. تكبيس.